السلام عليكم، ازيكم؟ انا ندى، وفي فيديو النهارده هنتكلم عن طريقه مذاكره ماده الفيزياء، وهي اكتر ماده عليها طلب تقريبا. الناس كلها عماله تسال عن طرق مذاكرتها، وغالبا السلسله او مش غالبا هي السلسله دي باذن الله هينزل فيها كل المواد. حتى انا ممكن بنفس الطقم وانا قاعده دلوقتي اصور كذا ماده وانزلهم، فلو لقيتوني بصور بنفس الطقم فيديوهات كتير اعرفوا ان انا بخصص يوم واحد للتصوير، وببتدي بقى ان انا على مدار الاسبوعين الجايين بنزل فيديوهات بالترتيب، بمنتج وانزل على طول، وكل ده لاجل عيونكم. فتعالوا دلوقتي نبدا بالفيزياء. هنتكلم عن طريقه مذاكرتها، وهنتكلم عن سماع الشرح والحل، لان في مواد الشرح فيها اهم وفي مواد الحل فيها اهم. يعني الحل جزء لا يتجزأ من الشرح اصلا. والسؤال الجدلي دايما اونلاين ولا سنتر، وعدد الكتب المتوسط تحلها في الماده دي، وشويه ملاحظات برضو وحاجات كده. فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه، طريقه مذاكرتي لاي ماده علميه بالذات ماده زي الفيزياء بتعتمد على ان انا اركز في الشرح بشكل كامل. لازم اركز في الشرح بشكل كامل، واركز مع مدرس انا فاهم منه اصلا. يعني ما اقعدش امشي في طريق مع مدرس انا مش فاهم منه من الاول. بس في فرق بين اني مش فاهم لان المدرس مش عارف يوصل لي المعلومه، واني مش فاهم لان الماده دي جديده عليا اصلا. بالذات ماده زي الفيزياء بجد منهجها اول حاجات هتاخدوها فيها هتبتدي ان الدنيا تلعبك معاك من اول. مثلا موضوع توصيل المقاومات ده، انا عايزه اقول لكم ان لو حد خد توصيل المقاومات دلوقتي انت اكيد شايفه اصعب حاجه في الحياه. بس انا عايزه اقول لك على اخر، مش على اخر السنه، على اخر كام شهر بس الجايين باذن الله موضوع توصيل المقاومات ده هيبقى بالنسبه لك ولا حاجه. رقم 2، ان اصلا توصيل المقاومات ما بيجيش بالحركات والاشكال الغريبه اللي موجوده في الكتب، شكل الفانوس وشكل الجمل والحاجات الغريبه دي. فلو هي دي الصعوبه اللي عندك، صدقني الكلام ده عمره ما بيجي في الامتحان. توصيل المقاومات بيجي بسهوله جدا، ولكن هو مبني عليه حاجات كتير جدا في المنهج، ومع الوقت هتتعود عليه وهيبقى اسهل حاجه بالنسبه لك. فصدقني في حاجات كتير جدا في منهج الفيزياء انا بقول لك ان هي تستحق بقى ان انت تشوفها صعبه وان انت تبتدي تشتغل عليها، لكن موضوع توصيل المقاومات ده ولا حاجه. وانا بقول الكلام ده، وتوصيل المقاومات برده في اول السنه بالنسبه لي كان حاجه معقده جدا، وعمري ما كنت اتخيل ان انا اعرف احله اصلا. وموضوع الحكم على المدرس اصلا بيبقى من ثالث او رابع حصه، يعني مش من اول حصه ما فهمتش خلاص. طبعا في الفيديوهات دي انا مش هرشح مدرسين، لان انا اصلا عملت فيديوهات مخصوص للموضوع ده، ولكن انا هفضل اقولها واعيدها مليون مره ان لازم انت تجرب بنفسك وتحكم بنفسك على المدرس، لان مش لازم المدرس اللي نفع معايا ينفع معاك انت. فانت ممكن تسمع الفيديوهات اللي انا قلت فيها اسماء مدرسين دي، وبعدين تبتدي تاخد اسماء الناس دي وتروح تجربهم واحد واحد وتشوف ايه انسب واحد بالنسبه لك. تمام، نيجي لتاني نقطه. بعد ما خلصت الشرح وفهمت كويس جدا، هل الخص بايدي اصلا والمفروض ان انا ابقى فاتح الحصه قدامي وببتدي ان انا اكتب ورا المستر، ولا بعد ما اخلص الحصه الخص بايدي، ولا ما الخصش اصلا واذاكر من اي مصدر شرح عندي؟ انا كندى انا واحده ما بحبش الملخصات وما بعرفش اعملها. ما اعرفش بقى اقعد اكتب بشكل منمق والون واعمل واجيب الوان واحط هايلايترز والكلام ده، ما بعرفش اعمله وما بستمتعش بيه. فهو كان بالنسبه لي تضييع وقت، وكون ان انا عندي مصدر شرح كامل، كتاب بقى سواء بتاع المستر بتاعي، كتاب شرح خارجي في كل المعلومات اللي المستر اهله وزياده، فانا ليه اتعب نفسي واعمل ملخصات؟ ما الوقت او المجهود اللي انا هوفره في ان انا اكتب ورا المستر استثمره في ان انا اركز معاه وافهم كويس. فدي وجهه نظري في الموضوع ده. ولكن الناس بتنقسم نصين في الموضوع ده، ناس زي كده ما بتحبش التلخيص والكلام ده. فانا بقول لكم اوعوا تضغطوا على نفسكم وتعملوا ملخصات وانتم مغصوبين، لان ده هيضيع من مجهودكم، هيضيع من طاقتكم. ده غير ان انتوا مش هتعرفوا تعملوا حاجه واو يعني فتشجعكم بقى ان انتوا تذاكروا منها والكلام ده. فاعتمد على مصدر الشرح الطبيعي سواء مذكره المستر بتاعك او كتاب خارجي، وتبتدي بقى ان انت جوه الكتاب ذات نفسه بقى عايز تزود ملاحظات، عايز تعمل هايلايترز والكلام ده، براحتك. طب لو انت شخص اصلا ملخصاتي ومن الناس اللي بتعرف تعمل ملخصات حلوه بقى وترسم وتلون وتعمل، اعمل ده ولكن بحدود، لان الموضوع للاسف برضو بياخد وقت كبير جدا. حتى لو انت شاطر في الموضوع بتعرف تعمله ومتعود عليه، يعني انت ذات نفسك عارف ان هو بياخد وقت ومجهود كبير. فالوقت والمجهود ده بدل ما انت تستثمره في ان انت تقعد تلون ولا تعمل هايلايترز والالوان والكلام ده، حاول ان هو بس يكون ان انت بتمشي ايدك مع المستر، بتكتب وانت حد خطك كويس وبتعرف تنظم الدنيا ورا المستر. اعمل ده مفيش مشكله، ولكن هو بامانه هياخد من وقتك. ولكن في فرق بين ان انا باخد من وقتي وما بستفدش، وان انا باخد من وقتي وبستفيد. فكون ان انت شخص بتدي من وقتك لحاجه زي كده، والملخصات دي بعد كده هتبقى مرجع ليك هتذاكر منها، انت فاهمها وعاملها بطريقتك انت وبخطك وباسلوبك، هتسهل عليك حاجات كتير جدا. فانا مش ضدها، ولكن ضد ان انا اقعد اضيع فيها وقت ومجهود كبير جدا على قدر الاستفاده القليله اللي ممكن تجي لي منها. وكمان لو انت مصر خلاص ان انت لازم نعمل ملخصات، او انا شايف ان انا ما بعرفش اذاكر غير من ملخصات مكتوبه بايدي، يبقى بلاش. والمستر شغال اكون انا بكتب وراه، لا، اسمع الحصه بتاعتي كامله، اركز مع المستر بتاعي بشكل كامل، وبعدين لما الحصه تخلص ابتدي ان انا اشوف بقى النقاط اللي المستر قالها، وابتدي ان انا اجري الفيديو واكتب الحاجات اللي هو قالها.
طب لو انا بنزل سنتر يبقى في حاجه اسمها سبورات بتتصور، وببتدي برضو انا على فكره ساعات اصلا كانت بيعجبني برضو سبورات بعض المسترز بتوعي. كنت بعمل ايه؟ كنت باخد السبوره دي كان المستر بيصورها، فابتدي انا احطها في ملف PDF واروح لاي حد بتاع مكتبه اطبعها لي شكرا، وملخص جاهز كامل متكامل بطريقه المستر بتاعي اللي انا بفهم منه، والدنيا جميله. وابتدي بقى ان انا اعمل هايلايترز واخطط ولون انا براحتي. دي نقطه برضو ان انا معايا ملخصات اهو مكتوبه بالايد وسبورات وحاجات جميله بطريقه المستر بتاعي لو انا برضو بحب النقطه دي. فالهدف من الموضوع كله ان انا اوفر وقت على قد ما اقدر، لان في ثانويه عامه وقتك ده هو اهم نقطه واهم كنز عندك. اخر حاجه الحل، هل اسمع المدرسين وهم بيحلوا ولا المفروض ان انا احل بايدي واغلط والكلام ده؟ الاثنين. في اول وقت او في اول ما تاخد الدرس بتاعك لازم تسمع المستر وهو بيحل اصلا، وده غالبا مدرسين المواد العلميه بيعملوه، ان كل جزء بيتشرح لازم يكون عليه اسئله بتتحل عشان يوريك طبيعه الاسئله ويوريك ازاي بنفكر فيها. طب خلاص دلوقتي انا خدت الحصه وسمعت الاسئله اللي جوه وحليتها، وحتى الاسئله مثلا في كتاب الامتحان والحاجات دي بيبقى فيها امثله محلوله، ده لازم تذاكره بايدك وتبتدي تحل وتشوف الحل النموذجي بتاعه. طيب ندخل على الواجب بقى. هل انا اصلا المفروض ان انا وانا بحل الواجب اكون فاتح حد بيحل قدامي وابتدي ان انا احل معاه واحده واحده، ولا الموضوع ايه؟ في الاول يعني في اول مثلا 10 20 سؤال ابتدي ان انا اكون فاتح المستر بيحل قدامي وابتدي اشوف طريقه الحل واشوف الدنيا بتمشي ازاي في الدرس ده. بعدين ابتدي ان انا امسك ورقه وقلم واحل انا بايدي. السؤال اللي مش عارفه اسيبه عادي مفيش مشكله، السؤال اللي حليته وطلع اجابته مش شبه اللي في الاختيارات عادي برضو اكتب الناتج اللي انا حليته وطريقه الحل اللي انا حللها. اكيد انا بحل في ورقه وقلم فمعايا كل حاجه انا عملتها. بعد ما بخلص الحل بتاعي ببتدي افتح فيديو الحل واشوف الاسئله اللي انا حليتها صح خلاص، ولكن في اسئله ببقى انت حللها صح بس مش متاكد هي جت معايا كده بالحب، فدي برضو اتاكد منها واشوف ان طريقه تفكيري فيها كانت صح. بعدين بقى الاسئله اللي كانت واقفه معايا او اللي ما حلتهاش او اللي حلتها بس حلتها غلط، دي برضو ببتدي اشوف طريقه حلها، اشوف المستر حلها ازاي واتاكد خلاص ان انا فهمت طريقه الحل. ابتدي بقى ان انا اقفل الفيديو وافتح الاسئله دي تاني واحلها بنفسي. ده غير ان لازم كمان اعلم الاسئله دي، لان مثلا ممكن كمان اسبوعين او كمان شهر ابتدي ان انا لو انا براجع الدرس ده اراجع الاسئله اللي انا غلطت فيها في الدرس ده. بس انا مش براجع السؤال عشان احفظه او احفظ على الاقل حتى طريقه الحل، لا انا بحفظ طريقه التفكير في السؤال، ازاي انا فكرت فيه، ايه هي الخطوات اللي انا عملتها عشان افكر في السؤال. وماده زي الفيزياء بالذات اول سؤال تساله لنفسك في الاسئله بتاعتها لما تشوف سؤال انت مش فاهمه لازم تعرف السؤال ده في انهي جزئيه في المنهج، بيلعب في انهي قانون في المنهج، وابتدي انا اكتب القانون قدامي واشوف ايه الحاجات اللي المفروض تقدر تساعدني في القانون ده وابتدي احطها في القانون. ده غير ان ماده زي الفيزياء حلها مش بيعتمد بس على ان انت تكون حافظ قوانينها، لا بيعتمد على حاجات ليها علاقه شويه بالرياضه وبالحل المعادلات والكلام ده. ولكن حتى لو انت علمي علوم الموضوع ده مش بيأثر خالص، مع الوقت بتبتدي تتعود مع الطريقه دي وبتبتدي ان انت بتفكر بدماغ حد علمي رياضه عادي، وبتبتدي انت تعرف تفكر وتحل الحاجات الرياضيه عادي جدا، لان اصلا الحاجات دي بتتشرح جنب الفيزياء. ولكن لو انت بقى ابتديت ان انت تفصل دماغك خالص، ولو لقيت ان انت اي حاجه او اي سؤال بيعتمد على حاجات حسابيه او حاجات رياضيه تهمله، فدي للاسف هتضيع منك اسئله كتير. بس برضو عشان تطمنوا الموضوع ما بيحتاجش اي اساس رياضي خالص، وكل الحاجات دي بتتقال وكل الحاجات دي المدرسين بيحلوا عليها افكار كتير جدا على مدار السنه، فبيبقى انت معاك الاساس الرياضي اللي يساعدك في اي اسئله فيزياء. طيب بالنسبه لعدد الكتب اللي المفروض احلها، في الطبيعي اصلا في اي ماده كتابين كويس جدا في بدايه السنه، وتبتدي ان انت لو لقيت ان الماده دي محتاجه منك مجهود اكبر في نص السنه ممكن تزود معاهم كتاب كمان. لكن بلاش تبدا سنتك من اول يوم انا هحل 4 كتب في كل ماده، انا هكرس وقتي كله للحل، انا مش ههتم بالشرح وههتم بالحل، مع ان الاثنين جزء لا يتجزأ من بعض، حاجتين يعني لازم كده يتركبوا مع بعض عشان تكمل الدايره. فكتابين كويس قوي على مدار السنه، وانا برضو عامله لكم فيديو كامل عن افضل الكتب اللي تقدروا تستخدموها، وكل الكتب خير وبركه والله العظيم. اي مصدر اسئله او حاجه تمشي بيها ايدك هتفرق معاك، مش مستاهله بقى ان انت تقعد تدور على مصادر كتير. رساله بقى والملاحظه الاساسيه في ماده الفيزياء ان انت لو مش فاهم الفيزياء ومش عارف يعني ايه الحاجات الغريبه اللي المنهج عمال يتكلم عنها دي، انا عذراك جدا، لان الحاجات اللي في منهجنا بالذات في منهج الفيزياء هي حاجات يعني حديثه جدا، او مش حديثه بس مختلفه كتير جدا عن الفيزياء اللي انت اخدتها قبل كده. فده مش معناه ان هي صعبه او معقده، ولكن هي مختلفه وفيها كم من التخيل يعني كبير شويه. فمع الوقت اصلا يعني انت مثلا لما تيجي تدخل في الفصل الثاني وتعرف يعني ايه مغناطيسيه، ويعني ايه ان انا ممكن احول المغناطيس لدايره او اعمل بيه حاجه كهربائيه، وممكن احول الحاجه الكهربائيه لمغناطيس، وحوارات كتير كده، حاجات انت ممكن ما تكونش مدرك ان هي موجوده في عالمنا اصلا لو انت مش متعمق في موضوع الفيزياء ده او ما بحثتش عنه قبل كده. ففي معلومات وحاجات كتير جدا هتبتدي تكتشفها، ولكن ده هيفتح لك ابواب لحاجات كتير جدا، هتبتدي تدرك ان العالم حواليك وان كل الاجهزه والحاجات اللي حواليك دي يعني انت بتبتدي تدرس قشور بسيطه عنها وحاجات، بس بتفهم الميكانيزم بتاعها وبتفهم هي
يعني اتعملت ازاي او ماشيه ازاي، او مش بيجي يقول لك مثلا المروحه بتشتغل ازاي ويجيب لك تركيبها، بس بيفتح لك ابواب وحاجات هتفهم شويه الدنيا حواليك. ولكن الموضوع ممكن يبان مختلف في الاول، اختلافه ده ما يبينلكش ان هو معقد او صعب، لا هو بس مختلف وجديد عليك. فتحاول بس ان انت تفهم على قد ما تقدر في اطار منهجك وفي اطار اللي يخليك تعرف تحل صح في منهجك، لكن اكتر من كده انت مش مطلوب منك دلوقتي. فبجد فيزياء ثانويه عامه من المواد او من الحاجات اللي المعلومات اللي فيها لذيذه جدا، هتفهمك حاجات كتير جدا في العالم اللي حواليك. فحاول ان انت تفتح مداركك معاها، ما تقعدش تقول دي صعبه، انا مش فاهم، انا مش عارفه اتخيل، انا مش عارف يعني ايه الكلام ده. هو فعلا كلام جديد ممكن تكون اول مره تسمعه، ولكن لو ابتديت ان انت تاخده بالراحه وتفهم واحده واحده هتلاقي الدنيا معاك سهله جدا. والفيزياء من اسهل المواد في ثانويه عامه اللي ممكن تتقفل عادي جدا. نصيحه برده في الفيزياء ان حاول ان انت لو المدرس بتاعك ما بيهتمش بالحاجات النظريه، يعني لو انت بتاخد مع مستر عبد المعبود انت في الامان. مستر محمد عبد المعبود كان اكتر حد بيهتم بموضوع المعلومات النظريه دي، وانا كنت بحييه جدا على الموضوع ده. ويعني من الحاجات اللي اسعدتني جدا ان انا باخد معاه ان هو بيركز قوي على الحاجات النظريه، وانه يقعد يشرحها ويعيدها مره واثنين وثلاثه. وده فعلا يعني ربنا نصره زي ما بيقولوا، ان اخر سنتين امتحانات الفيزياء بقت بتهتم قوي بموضوع ان انت تكون فاهم، مش موضوع انت بتعرف تحل قوانين وخلاص. يعني امتحان الفيزياء بتاعنا انا فاكره تقريبا ما مسكتش الاله الحاسبه فيه غير مرتين ثلاثه، وما استخدمتش قوانين وعوضت وحليت وعملت غير 3 4 مرات. لكن بقيه الامتحان لا، بيعتمد ان انت فاهم، ان انت مش بس حافظ المعلومات النظريه، انت فاهمها. ولو المستر بتاعك ما بيعملش كده لازم انت تركز انت عليها، واي نقطه نظريه انت مش فاهمها تسال فيها المدرس بتاعك. من الحاجات اللي هتفيدك قوي في الفيزياء برده هي ان انت يكون عندك كشكول خاص او ورق خاص بتكتب فيه بس القوانين بتاعه المنهج. مش بقول لك ان ده يكون مصدر المذاكره بتاعك، لا، بس يكون حاجه فيها كل قوانين المنهج. او لو انت حتى مش حابب تعمل ده، موجود يعني على تليجرام كتير موت تجميعات بقى لكل قوانين الفيزياء. فانت ممكن تطبع الورق ده، وكل ما تاخد قانون جديد تبتدي ان انت تشوفه من الورق ده. ده هيسهل عليك جدا في موضوع المسائل، ان انت زي ما قلت لك انت من طرق حل الفيزياء او من مفاتيح حل الفيزياء انك تعرف تختار القانون المناسب. فكون ان انت عندك مصدر واحد في كل قوانين المنهج بتاعتك هيسهل عليك جدا. ولكن مش هو ده المصدر اللي انت بتذاكر منه، لازم تذاكر من كتاب كامل او كتاب بقى مصدر شرح كامل فيه المعلومات القوانين والشرح والمعلومات النظريه زي ما قلنا، عشان مهمه جدا. وبس كده، هو ده كان فيديو النهارده اتكلمنا عن الفيزياء او عن المواد بشكل عام. انا قلت كذا نصيحه لان ده اول فيديو انا اصوره، فقلت فيه نصايح كتير جدا ممكن تفيدك في مذاكره المواد العلميه عموما. هحاول ان انا اختصر في المواد اللي جايه وخلاص. النصايح دي يعني تحاول انت تطبقها بقى في المواد اللي جايه باذن الله، عشان الفيديوهات ما تكونش طويله زي كده. وبس كده، والله انا كل بيبقى هدفي ان انا افيدكم على قد ما اقدر، واي معلومه او اي نصيحه بتيجي في بالي بقولها، ما بيفرقش معايا بقى هي ليها علاقه بالماده دي ولا ملهاش علاقه. فيا رب تكونوا بتستفيدوا. وبس كده، بحبكم واشوفكم في فيديوهات جايه. مع السلامه.